في جامعة في ألمانيا عملوا اختبار على البقر علشان يعرفوا هي بتحس بألم وقت الذبح على الطريقة الإسلامية ولا لأ، من خلال عملية اسمها EEG. بيشوفوا بيها المخطط الكهربي لدماغ البقرة، ومن خلاله بيعرفوا هل حست بأي ألم ولا لأ. جابوا البقرة وجهزوها للاختبار وذبحوا. في أول 3 ثواني من الذبح ما حصلش أي تغيير في كهربة المخ، وده دليل على إنها ما حستش بأي ألم. في ال3 ثواني اللي بعدها لاحظوا إن البقرة غابت عن الوعي ونامت خالص، وده بسبب تدفق الدم الشديد مكان الذبح وغيابه عن المخ. بعد ال6 ثواني دول ال EEG وقف وما اداش أي إشارة كهربية من المخ، بمعنى إن البقرة ماتت من غير أي ألم. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ما تنساش تقول سبحان الله في الكومنتات، وقول لي كنت تعرف المعلومة دي ولا لأ، واعمل لايك وشير الفيديو عشان غيرك يعرف المعلومة ويوصل لأكبر عدد ممكن دي، ونورني باشتراكك عشان يوصلك كل جديد.